تأخر الحمل مشكلة بتواجه كتير من الشباب والشابات، وكمان بتواجه كتير من الأسر. الأول قبل ما نقول هنحل المشكلة دي ازاي، احنا المفروض الأول نعرف مين اللي احنا نقول عليه ان هي اتأخرت في الحمل. احنا لما حطينا مواعيد لتأخر الحمل او تعريف لتأخر الحمل، احتفظنا بالنتائج اللي وصل اليها المراكز البحثية والجامعات العلمية على من هي الست اللي احنا نقول عليها اتأخرت في الحمل. اول حاجة، اذا كان في علاقة زوجية مستمرة لمدة سنة وما حصلش حمل، دي بتعرف على انها تأخر حمل. الكلام ده لو كانت الست سنها صغير. لو الست سنها كبير عشان ما نضيعش وقتها، لو هي فوق ال 35 سنة مثلا وتأخر الحمل عندها، يبقى بعد 6 شهور نقول ان الست دي تأخرت عن الحمل. ده راجع برضو للإحصاءات والاستاتستكس العلمية، ان احنا عندنا 75% من الازواج والزوجات الصحيحات بيحملوا خلال اول سنة، ولسه ستيل عندنا 25% من الازواج والزوجات الصحيحات بيحملوا في السنة الثانية. ارجوكم محدش يقلق الشباب الصغير، الحموات والامهات والجيران بيخلوا الازواج حديثي الزواج يقلقوا ويروحوا الدكاترة ونبدأ ندخل في اجراءات وادوية واحنا اصلا ما تأخرناش في الحمل. الست اللي عدى عليها سنة المفروض ان هي تروح للدكتور عشان نبحث ما هو السبب في تأخر الحمل. برضو العلم حط لنا اساليب معينة للبحث. ربنا سبحانه وتعالى خلق الست والراجل لما يتجوزوا تحمل، لكن هي ما حملتش، يبقى اكيد في سبب. لازم ادور على السبب عشان اعالجه. مش القصة في ان الست تاخد منشطات عمال على بطال. اول ما تروح لدكتور على انها متأخرة في الحمل نبدأ نديها منشطات بكميات كبيرة، وكأن السبب الوحيد او العلاج الوحيد هو المنشط. لا، العلم قال ان احنا لازم نجد السبب، ولما نبحث عن السبب اول حاجة ما نلجأش للحاجات العنيفة. يعني مش لازم وسائل البحث العنيفة في الاول، لكن ممكن نكتفي الاول بالهيستوري، تاريخها، بالسونار، بالتحاليل الخاصة بالغدة النخامية والغدة الدرقية والغدة اللبنية. لو ما لقيناش سبب واضح بنلجأ للأساليب الأكثر عنفا. قبل ما نعمل تحاليل للست لازم نعمل تحليل للراجل، لأن هو تحليل واحد وخلاص شكرا. لو أنت كويس بنبدأ المشوار الطويل للبحث في الست. لو احنا ما لقيناش في التحاليل البسيطة ممكن بعد كده نعمل إجراء أعنف شوية اللي هو الأشعة بالصبغة عشان نتأكد إن الأنابيب دي مفتوحة وصحية هيلثي. لو ما لقيناش سبب بنلجأ للدرجة الأعلى في الفحص وهو المنظار. في عندنا حوالي 20% من الستات أو من الأزواج عندهم unexplained infertility، يعني الست مش لاقيين فيها سبب والراجل مش لاقيين فيه سبب. في 20% من الحالات بيبقى مش معروفة السبب. الحالات دي حلها ان احنا نعيد التحاليل تاني، لان ممكن يبقى فيه مشكلة في التحاليل في مكان مش كويس، ما طريتش كويس، ما اتعملتش كويس. اذا ما لقيناش سبب في الاخر يبقى احنا بنلجأ للحقن المجهري. في الاخر الانجاب هو مشيئة ربانية سبحانه وتعالى، ربنا قايل ده نصا في القرآن الكريم، لكن المفروض ان احنا نسعى. الازواج يسعوا للبحث عن علاج، والدكتور يسعى في بذل جهده وخبرته ويراعي ربنا في الحالة عشان ربنا يختاره لأنه يكون سبب لمشيئته في الإنجاب. يا رب يجعلنا سبب في الإنجاب والسعادة لكل الأزواج والزوجات اللي تأخروا عن الحمل. شكرا.